أهلا يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ آه النهاردة هنشرح أو هنبدأ في سيرواي أهم ريفرنسات الفيزيكس أو يعني البيزكس كده في الفيزيكس. تمام؟ وده يهم أي حد ناوي على هندسة، يهم أي حد في ستيم، يهم أي حد في ثانوية عام، مش فارقة يعني. أول شابتر بنبدأ أو أول بارت بيتكلم على الميكانيكس. الميكانيكس طبيعي إن هي جزء من الفيزيكس، لأن الميكانيكس هي حاجة بتوصف الحركة، بتوصف الفورس، بتوصف ليها قوة يعني. تمام. ولو دخلنا اكتر في الميكانيكس هنلاقي اول شابتر في سيرواي او اول شابتر في الميكانيكس بيتكلم عن حاجه اسمها الميجرمنت والميجرمنت تولز والميجرمنت يونتس والكلام ده. يعني ايه ميجرمنت؟ ميجرمنت القياس. يعني انا لما اقول لك الشقه دي 2 متر، فانا 2 متر ده ايه هو المتر؟ طب عرفت ازاي اللي هي 2 متر؟ فاهمني؟ فاحنا لو جينا نبص على اول كونسبت في الشابتر هنلاقي اسمه ايه؟ هنلاقي اسمه ستاندردز اوف لينس اند ماس اند تايم. تمام. الحوار ده هيهمنا قوي. ليه بقى؟ لانه هيساعدنا بقى واحنا ماشيين في طول مسيرتنا في الفيزيكس، وهيساعدنا في لعب كتير قوي، وهنعرف هنشوف مع بعض في الطريق واحنا بنحل. تمام. لو جينا نقسم الكوانتيتيز هنبدأ بقى من صفر خالص. بنقسم الكوانتيتيز هنلاقي الكوانتيتيز عندنا نوعين. نوع اسمه basic quantity، ودي مادة أساسية. ونوع اسمه derived quantity، ودي ال quantity أو الكمية المشتقة. طب إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق ما بين الاتنين واضح قوي وهتكتشفه لوحدك عادي. الفرق بين الاتنين اللي أنا قلت لك، مثلا ال basic quantity هو زي حاجة زي التايم، حاجة زي اللينس، حاجة زي الماس. بينما ال derived quantity حاجة زي ال velocity، حاجة زي ال acceleration، حاجة زي ال for example ال force مثلا. آه طب ايه الفرق؟ هديك هنتايه بسيطة. ال velocity لو جينا نساويها هنلاقيها بتساوي اللينس على التايم. تمام. ال acceleration مش بتساوي اللينس على التايم، بس هي اليونت بتاعتها تديك متر بير سكند سكوير، اللي هي لينس على التايم سكوير. الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن، ام ال على تي سكوير. وهنيجي برضو للحته بتاعه الدايمنشن اناليسيس والطريقه اللي بكتب بيها ديت، وهنجيب مسائل الاولمبياد وهنجيب كل حاجه. تمام. طب لاحظنا الفرق؟ اظن لاحظنا. البيزك كوانتيتي زي التايم واللينس والماس ما اقدرش اكسبريست او اعبر عنها بماده تانية، بكوانتيتي تانية. يعني مثلا التايم الوقت، هل انا ممكن اقول الوقت يعني هو الوقت خلاص؟ اللينس طول هو الطول، الماس الكتله هي الكتله. بينما الفيلوسيتي اللي هي السرعة ألاقيها بتساوي اللينس أو المسافة على التايم، على الوقت. الأكسلريشن ألاقيها بتساوي اللينس المسافة على التايم سكوير، تايم تربيع. فاهمني؟ فاهمني؟ تمام. دي بداية كده بوينت اللي احنا عرفنا إن عندنا الكوانتيتيز بيزك ودرايف. الميجرمنت بقى هو ايه الميجرمنت؟ يعني اما اجي اقول حاجه اسمها حاجه طولها 2 متر، يعني ايه 2 متر؟ تمام، دي حاجه مضطرين نتناقش فيها. المتر، او عشان اقيس اي حاجه من الاخر لازم يبقى عندي حاجه اسمها ستاندرد. يعني ايه ستاندرد؟ يعني اساس ببدا اقارن بيه الحاجه التانية. يعني مثلا انا عايز مثلا هنفترض ان مفيش حاجه اسمها المتر. تمام. عايز اقيس ده، البتاع ده، والفرض ان اللي جنبه دوت انا عارف ان هو مثلا طوله اكس، وعارف ان لو حطيته هنا، لو حطيت الاتنين دول فوق بعض هلاقي اللي ده الطويل ده اتنين من القصير، اللي هو ده هيبقى 2 اكس. فاهمني؟ فانا عملت الستاندرد بتاعي، الجزء او العمود القصير ده خليت استيميت ريلاتيف تو ات، او بالنسبه له العمود الطويل، طلعت ان هو طوله 2 اكس. تمام. فاحنا عشان نقيس اي حاجه استعملنا الطريقه دي، علشان نعرف او علشان مثلا نقيس حاجه بالمتر عملنا حاجه تكون طولها متر فعلا. فلو يعني معلومات مش اساسيه بس هتفيدنا، يعني ازاي الأطوال اتطورت أو إزاي بدأوا يعدلوا الستاندرد بتاعهم مع الوقت. نلاقي إن هم في عام
1799 قال لك ان المتر دوت حاجه زي يعني جزء من 10 ملايين من المسافه بين خط الاستواء والقطب الشمالي. تمام. هل دي حاجه يعني اقدر اقول لي هي اكيوريت او حاجه دقيقه؟ اكيد لا. نيجي نعدي الوقت ونروح ل 1960، يعني شايفين الفرق؟ واكيد في حاجات حصلت بس احنا بناخد المين بوينتس بس. 1960 يقول لك ان المتر بدأ يتقاس على انه جابوا حاجه زي بلاتينيوم. so sorry for that. آه ثواني. قال لك ان هما جابوا حاجه زي بيقول لك بلاتينيوم اريديوم الوي، يعني حاجه زي قضيب كده، وعلموا عليه خطين، خط مثلا من هنا لهنا، وقال لك ده المتر. حلو. ده كده في عام 1960. طب في سؤال يطرح نفسه دلوقتي، يقول لك ليه اخترت البلاتينيوم وإيريديوم الوي؟ البلاتينيوم والإيريديوم الوي ليهم بعض الفيزيكال بروبرتيز مفيدين جدا، زي ان هما مثلا يقول لك ان البلاتينيوم ده حاجه مقاومه للتاكل بشكل كبير قوي، وبالذات بقى اما تضيف عليه إيريديوم يعني يعني ما فيش تاكل خالص، فاهمني؟ بس ما فيش حاجه في الفيزيكس اكيد بيرفكت، لو انا البلاك بودي مش بلاك، فاهمني؟ في ثيوريز كتير. دي احدى الاسباب ان هو مضاد للتآكل بشكل كبير. بجانب ان هو مضاد للتآكل، هنلاقيه مضاد للحاجه اسمها الاكستنشن اللي هو الكومبريشن، اللي هو مضاد ان هو يتمدد بالحراره، فاهمني؟ دي نقطه. ودي نقطة مهمة أوي فادت علماء الفيزياء وخلوهم يحددوا المتر على العصاية دي. يعني مثلا دلوقتي بلاتينيوم إيريديوم ألوي قدامك أهي، أنا مثلا دي كده بالنسبة لي 1 متر. أنا عايز أقيس مثلا ده، هجيبه أحط أشوفها كام واحدة من اللي تحت دي، مثلا لقيتها 4 من اللي تحت، فإذا بتاعي 4 متر، فاهمني؟ بس في شوية عيوب، ولو فكرنا فيها أكيد في عيوب. ليه بقى؟ البتاعة دي كده عندي موجودة في متحف في فرنسا، مقفول عليها بإزاز جميل. أنا لو عايز أنقلها مثلا لأمريكا، لو عايز أنقلها لمصر، أكيد هيبقى في نسبة ايرور مش قليلة، وأنا بحاول أعمل دوبليكيشن أو أحاول أنسخ حاجة زي دي. طبيعي، دي حاجة طبيعية جدا. فكان لازم برضو يغيروا الموضوع ده شوية. نلاقي إن في 1960 بدأ يعتمد، يقولك إن هو بقينا بنقيس الطول تبعا للويف لينز أو الطول الموجي لبعض الأضواء اللي طالعة من الكريبتون لامب. وبرضه دي حاجة مش هتهمنا غير أو مش هنفهمها غير أما نوصل لل SHM والويفز والكلام ده، وهنوصل لها إن شاء الله. واللي ماشيين عليه دلوقتي، المتعارف عليه دلوقتي اللي احنا لسه ماشيين عليه لحد حالا، جبنا اللينس عن طريق الفيلوسيتي بتاعة اللايت. الفيلوسيتي بتاعة اللايت كام يا رجالة؟ الفيلوسيتي بتاعة اللايت تقريبا 3 في 10 أس 8. تمام. فقال لك إن أنا كده خلاص يا باشا، إحنا المتر بالنسبة لنا هيبقى بالنسبة لنا 1 على 3 في 10 أس 8، لأن 3 في 10 أس 8 دي متر لكل ثانية، يعني هو بيمشي آه الضوء بيمشي 3 في 10 أس 8 متر في كل ثانية. فإذا لما أقلبها هنلاقي في الثانية الواحدة في المتر الواحد بيساوي الرقم ده من الفيلوسيتي بتاعت اللايت. وده كده اتوحدت على العالم كله. جميل. كده خلصنا اللينز. هنخش على الجزء اللي بعده وهي الماس. جه الماس قال لك برضه يا باشا، الماس بالنسبة لي هو ألوي من البلاتينيوم والإيريديوم محطوط في فرنسا. آه ودي ما تعدتش حد، ده بالنسبة لي كده الكيلو جرام، فاهمني؟ يعني اما عاوز اقارنه بقارنه بالماس بتاعت الالوي اللي موجوده في المتحف الفرنسي. حلو. جميل. طب حته في النص، ايه هي الماس؟ الماس نلاقيها متناسبه طرديا مع ماده تانية اسمها المومنتوم، مش لازم تفهم دلوقتي لانها جايه في الطريق، اللي هي البي، متناسبه طرديا مع الماس. ايه هي المومنتوم برضه؟ المومنتوم هو مقاومه الجسم ان هو يغير حركته. يعني لو جسم بيتحرك، مثلا انا راكب في عربيه والعربيه وقفت مره واحده، تلاقي نفسك طلعت لقدام مره واحده كده. ليه؟ لانك كنت بتتحرك مع العربيه، كون العربيه وقفت في مره واحده، انت كتلتك في مقاومه عملت مقاومه للتغيير، فانت كملت حركه شويه، فاهمني؟ فالماس نقدر نوصفها ان هي مقاومه الجسم ان هو يتغير من الاخر. تمام.
يقول لك ان كلما زادت الكتله زادت صعوبه تغيير الحركه. تمام. حلو. الزمن، اخر حاجه، اسود الزمن ازاي؟ الزمن قال لك ان الثانيه كانت بتحسب على اساس متوسط طول اليوم الشمسي. سنة ده بنتكلم في قبل 1950 كان بتقاس على طول اليوم الشمسي، اللي هو باين كانت يقول لك إن الثانية واحد على، اللي هو شوف بقى احنا عندنا كام ثانية في اليوم، اللي هو 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية. يقول لك إن دي الثانية بالنسبة له. تمام. الموضوع اتطور وأعاد تعريف الثانية على إنها باستخدام الساعة الذرية المعتمدة على ذبذبات ذرة السيزيوم. ذرة السيزيوم بتطلع شوية ذبذبات كده في الثانية، بتعمل كام دورة؟ رقم كبير قوي، حاجة يعني 9 تريليون دورة من إشعاع السيزيوم دي كده بالنسبة لي السن. فده تطور الأحداث في ال في إن إزاي بدأوا يعرفوا اليونت وإزاي فهموها. تمام. هل الموضوع ده يهمنا؟ مش هيهمنا قوي، بس احنا بنعرفه لأننا محتاجين نعرف شوية في الفيزيكس وهي بتتكلم عن إيه. حلو. دي كده أول نقطة. تاني كونسبت بقى في اللي هو ده بيكلمنا، او في الشابتر ده بيكلمنا على البيلدينج بلوكس او البيلدينج يونتس اوف ماتر. وده يدخلنا في سيكشن كيمستري شويه، مش هنبقى في الفيزيكس قوي بس هيفيدنا على العموم. تمام. البيلدينج يونتس اوف ماتر عندنا زمان كده ايام اليونانيين لما كانوا بيتأملوا في كل حاجه، قالوا لك يعني انا مثلا لو عندي حاجه زي اي حاجه أنا عندي مثلا قطعه ذهب وقعدت أقسمها نصين 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 نصين، هل هل أقدر أقسمها لإنفينيتي؟ أكيد. يعني دماغهم قالت لهم لأ، مفيش حاجة اسمها كده. فجه العلماء اليونانيين القدامى قالوا لك إن هنيجي عند بوينت معينة وهنلاقي نفسنا مش قادرين نقسم المادة دي لحاجة تاني. فهنسمي البوينت المعينة دي، هنسميها إيه؟ هنسميها أتوم. هنسميها إيه؟ أتوم. أتوم يعني إيه أتوم؟ يعني الذرة. يعني إيه أتوم؟ يعني الذرة. تمام. يمر الوقت ونبدأ نكتشف إن الفلسفة بتاعتهم كانت صحيحة على الرغم إن هي مش لا تعتمد على أي علم بتاتا يعني. تمام. ونلاقي فعلا إن يطلع لنا بور، أو العالم بور اللي هو يعمل لنا بور موديل قال لك في إيه بقى؟ قال لك المادة بتتكون من إيه؟ قال لك المادة بتتكون من ذرات اللي هي اتومز فعلا. تمام. الذرة ذات نفسها بتتكون من إيه؟ الذرة ذات نفسها بتتكون من نيوكليوس اللي هي النواة، وبيدور حواليها الإلكترونز في مسارات دائرية. تمام. ده بور موديل، هل ده صحيح؟ الموضوع related to the chemistry يعني، بس مش هو صحيح يعني. تمام. ومش عاوزين نتطرق في مناقشات لا تخص الموضوع بتاعنا. تمام. قال لك إن إحنا عندنا نواة والإلكترونات بتدور حولها في إيه؟ في orbitals أو في مدارات محددة. تذكرها أو نقدر نمثلها بالشمس، وبتدور حواليها الكواكب. طب نعمل مقارنة سريعة كده ما بين اللي موجود في النواة وما بين الإلكترونات. يقول لك إن النواة بتحتوي على two particles أساسيين، يعني حاجتين أساسيين. أول حاجة يقول لك إن هو اسمه بروتون، اللي هي البروتونات زي ما احنا متعودين عادي، والنيوترونز اللي هي النيوترونات عادي. تمام. البروتون يا باشا كل اللي عارفين أو عارفين عنه إن هو بوزيتيف، يعني الشحنة بتاعته موجبة. بينما الإلكترون اللي طالع هنا اللي بيدور حوالين النواة اسمه اي نيجاتيف، وهو نيجاتيف سبحان الله لأنه إلكترون. تمام. حلو. بول برضو طلع قال لك إن عندك الذرة دي أو الأتوم بتاعتك دي في الغالب أو الغالب بتاعها بيبقى فراغ، مش حاجة يعني. فاهمني؟ يعني أنت عندك النيوكليوس بيدور حواليها إلكترون، بس في الغالب بره النيوكليوس هتلاقي إيه؟ هتلاقي فراغ. يعني يعني الموضوع مفهوم أظن. ويجي يعمل لك مقارنة كده سريعة في الريفرنس، يقول لك لو انت متخيل ان البروتون قد الالكترون فانت غلط كليا. ليه يعني؟ يقول لك انك لو متخيل البروتون على انه كرة بولينج محطوطة، آه هتلاقي الالكترون بكتيريا، مش ما قلتلكش حاجة تشوف بطرق يعني ممكن تشوفها بالعين، بقول لك تلاقيها بكتيريا ماشية. فاهمني؟ ففي فرق شاسع ما بين الحجم بتاع البروتون والحجم بتاع الالكترون، في فرق شاسع ما بين الماس بتاعة البروتون والماس بتاعة الالكترون. والموضوع دي نتطرق لها اكتر في الكيمستري. نلاقي الكتاب برضو
بدأ يشرح لنا عن أنواع من الفورسز، يعني يبدأ يشرح لنا عن الفورس. ودي حاجة مش مذكورة في الكتاب بس خليني أذكرها أنا. بيقول لك إن العالم بيتكون من 4 مين فورسز، يعني 4 فورسات أساسية أو 4 قوى أساسية. أول حاجة اللي هي الجرافيتي أو الويت بتاعك دي قوة أساسية، يعني مش حاجة، فاهمني. تاني حاجة هيقول لك حاجة اسمها السترونج نيوكلير فورس. سترونج هنخليها اس عادي، نيوكلير هنخليها ان برضو، وانتوا فاهمين بقى. فورس. وهنلاقي حاجة اسمها الويك نيوكلير فورس. طب ايه هي السترونج نيوكلير فورس؟ السترونج نيوكلير فورس، وعايزك تاخد بالك ان احنا عندنا في الذرة او في الاتوم من جوه او في النيوكليوس بالذات هنلاقي في مجموعة بروتونات آه لازقة في بعضها، اللي هم قريبين من بعض بمسافة مش طبيعية. وزي ما احنا عارفين ان ان طبيعي جدا ان حاجة سيمي تشارج والريبل. يعني ايه سيمي تشارج ريبل؟ يعني الشحنات المتشابهة تتنافر، دي حاجة منطقية، يعني البوزيتيف هيتنافر مع البوزيتيف وهيزق. طب السترونج فورس او السترونج نيوكلير فورس دي لازمتها ايه؟ لازمتها ان هي هتتغلب على الفورسز اللي بتؤدي الى التنافر ما بين الالكترون او البروتونز وبعضها والالكترونز وبعضها. جميل. ودي مهمة جدا في حياتنا، مهمة جدا في حياتنا. ولو دخلنا فيها أكتر هنلاقي بيخش في حاجة اسمها كواركس، ويخش في حاجات كتير عميقة ليها علاقة أكتر بالكيمستري. تمام. واحنا مش هنتطرق ليها يعني. الويك نيوكلير فورس هتلاقيها المهتم بيها أوي الجزء بتاع النيوكلير رياكشن والتفاعلات النووية والكلام ده، اللي هو المتفجرات والحاجات دي. تمام. يعني انا عايزك تتخيل ان احنا بنقول على النووي ويك الكترون فورس، ويك نيوكلير فورس، ما بالك بقى السترونج نيوكلير فورس اللي هي ماسكه البارتيكلز جوه الاتوم، يعني عامله ازاي، فاهمني. واخر فورس عندنا اللي هي الالكترومagnetic فورس، اللي هي لسه قايل حالا ان البوزيتيف بيربل مع البوزيتيف. لو قربت اتنين مع بعض هتلاقي ده رايح كده وده رايح كده، بينما لو جبت نيجاتيف وبوزيتيف وقربت الاتنين من بعض هتلاقيهم بيمسكوا في بعض عادي. تمام. ودي كده الكونسبت التاني من سيرواي. واظن الموضوع يتوافق حقه. ممكن نوضح اكتر بعض الحاجات في الكيمستري بس مش علينا في الفيزيكس قوي او مش هتفيدنا بقى قوي. ان الاليمنت بنحدد نوعه بالبروتون بتاعته، لان البروتون ما ينفعش يتغير. مثلا فور اكزامبل الاكسجين مثلا عنده 6، انا مش لا اتذكر. الهيدروجين عنده ما عندوش بروتونات، ما عندوش نيوترونات بس عنده 1 بروتون. تمام. بينما لا اقدر ان ما اقدرش احدد الايدنتي بتاعت الاليمنت من عدد النيوترونز بتاعته، لان ممكن الاقي الحديد الاف اي مثلا عنده ليه ايزومرز مختلف في النيوترونز، ليه ايزوتوبز مختلفة، مثلا سيم نمبر اوف بروتون بس مختلفة في النمبر اوف نيوترونز. ف البروتون هو اللي بيحدد عليه الايدنتي اوف element. الالكترون برضو ما اقدرش احدد من عليه الايدنتي اوف element. ليه؟ لان ممكن اطلع ايون، فالاقي ان مثلا الاكسجين ايون مثلا بيكتسب 2 الكترون، فاللي هو مش هقدر احدد الايدنتي بعد ما اكتسب الاثنين الكترون او فقد الاثنين الكترون. مش هقدر احددهم، فاهمني. بس يعني دي كده كل حاجه في الكونسبت الثاني في سيرواي. وننتقل الى الكونسبت الثالث، الدايمنشنال اناليسيس. ودي الكونسبت الثالث في زوند في سيرواي. تمام. آه اما اقول الدايمنشنال اناليسيس او مول دايمنشن، انا هنا ما اقصدش الدايمنشن اللي هو الطول والعرض والارتفاع والكلام ده، بينما اقصد الكيان بتاع الميجرمنت او نقدر نقول نوع البروبابيلتي اللي انا بقيسها. تمام. لان كل حاجه ليها الدايمنشنال اناليسيس بتاعتها. فاحنا بنبص للبيزك كوانتيتيز ونبدا نديلها رموز، ومن خلال الرموز دي نعبر بيها عن الدرايفد كوانتيتي. تمام. فاحنا هناخد ثلاثة بالظبط. الماس بنعبر عنها بام، التايم بنعبر عنه بتي، واللينس والطول بنعبر عنه بال. جميل. الدنيا سهلة. حلو. اي درايفد كوانتيتي يعتبر هقدر اعبر عليها بالثلاث رموز دول. فور اكزامبل هناخد الفيلوسيتي. الفيلوسيتي يا حبيبي بتساوي ايه؟ بتساوي الديستانس على التايم. فاذا كل ما في الامر اللي هي بقت ال على التي
اللي انا ممكن اعدلها اقول لك ان هي ال تي باور نيجاتيف 1. جميل، حلو جدا. طب ناخد مثلا الفورس، ناخد الفورس. الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن او الكتله في العجل. حلو. الماس قلنا ان هي ام. الاكسلريشن بتساوي ايه؟ الاكسلريشن بتساوي الفيلوسيتي اوفر التايم. يعني ال تي اوفر باور نيجاتيف 1 على تي بتساوي ال تي باور نيجاتيف 2. ومن دول كتير يا باشا. طب انا بالنسبه لي ايه لازمتها الدايمنشنال اناليسيز او اعمل بيها ايه يعني؟ الدايمنشنال اناليسيز لازمتها كتير اوي، لازمتها كتير اوي بجد. ليه بقى؟ لان كل كوانتيتي ليها دايمنشن اناليسيز معروفه بتاعتها. يعني ال تي باور نيجاتيف 1 دي مش حاجه موجوده غير في الفيلوسيتي. الام ال تي باور نيجاتيف 2 دي مش حاجه موجوده غير في الفورس. جميل. آه آه وكذلك حلو، دي اول فايده ليها ان هي حاجه بتعبر عن الكوانتيتي اللي انا بقيسها. بينما تاني فايده ليها ان انا بقدر اتست من خلالها بعض الايكويشنز واقول الايكويشن دي غلط ولا الايكويشن دي ممكن تكون صح، وانا هنفهم ليه انا قلت ممكن. تمام، ممكن تكون صح مش صح. حلو. وده هيساعدنا جدا في اللعب في الامتحانات، وبالذات الامتحانات في الفتره دي ام سي كيو. فاذا ممكن يجي يقول لك مثلا الفورمولا اللي بتعبر عن الفيلوسيتي ايه، ويديك 4 اختيارات، وانت كتست بالدايمنشن اناليسيس ممكن تقدر تطلع الاختيار الصح بسهوله لو السؤال ما فيهوش لعب قوي. حلو. او انت مش عارف القانون عادي، فاهمني؟ نبدا كده نبص على سؤال، او تعالى نعرف الاول ازاي هنحل المسائل اللي زي دي. حلو. ثواني. بص يا عم، احنا دلوقتي لما نيجي نتست equation بنعمل ايه؟ انا عندي مثلا equation x so sorry. عندي equation مثلا بتقول لي ان x بتساوي y بلس z مثلا. حلو. انا عشان اتست الايكويشن بتاعتي بالدايمنشنال اناليسيس، يعني المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض ان اليونت اللي هنا تكون نفس اليونت اللي هنا، او الدايمنشنال اناليسيس بتاعت دي تكون نفس بتاعت دي. وما يبقى في بلس اور ماينس في النص، يبقى احنا بالنسبه لنا عايزين الدايمنشن اناليسيس بتاعت الاكس هي الدايمنشن اناليسيس بتاعت الواي هي الدايمنشن اناليسيس بتاعت الزد. بينما لو قلت لك هنا مثلا ان اكس بتساوي واي زد، يبقى انا عايز الدايمنشن اناليسيس بتاعت الاكس هي الدايمنشن اناليسيس بتاعت الواي مضروبه في الزد، مش الواي لوحدها والزد لوحدها. جميل. هنفهم اكتر بالاكزامبلز، هنفهم اكتر بالاكزامبلز. تمام، نبص على اول سؤال. يقول لك اثبت لي ان الايكويشن دي صح. وانا بالنسبه لي قلت لك ان احنا محتاجين الدايمنشن اناليسيز اللي في الحته دي هي اللي في الحته دي هي اللي في الحته دي، لو في الجزء ده بلس اور ماينس. اوكي فاين. بالنسبه لي الفي، قلنا الفي بتساوي ال تي بار نيجاتيف 1، احنا لسه طالعين حالا الديستانس على التايم. وكذلك الفي نوت اللي هي فيلوسيتي في الاول وفي الاخر، يعني الفي والفي نوت اللي هي دي الفي انيشال او السرعه الابتدائيه، ودي الفي اللي هي السرعه النهائيه. حلو. فالفي نوت تساوي ال تي بار نيجاتيف 1 برضه لانها فيلوسيتي. بينما بعد كده نبص الاي تي، الاي تي ديت مالها؟ تمام. الايه قلنا اللي هي الفيلوسيتي على التايم. خد بالك ان انا لو ضربته في التايم هشيل التايم مع التايم ويتبقى لي الفي اللي هي ال تي باور نيجاتيف 1. كذلك لو جربتها بدايمنشن لازم هيطلع لك نفس الحاجه. جميل. طب نبدا بقى ندور انا ليه قلت ان الدايمنشن اناليسيس ممكن ما تديلكش المعادله الصح. ليه؟ لان انا لو ضفت هنا مثلا كوفيشنت وليكن 2، قلت لك ان الفي بتساوي في نوت بلس 280، انا لما اجي اطلع الدايمنشن اناليسيس بحسب كل الارقام الكونستانتس. تمام. يعني لو قلت لك مثلا ان زد اكس بتساوي واي، وقلت لك ان زد كونستانت، فاذا زد ملوش دايمنشن اناليسيس، فاحنا لما نيجي بنحسب اكس ايكوال واي ونبدا نطلع الدايمنشن اناليسيس بتاع كل حاجه. ومش هسيبكم كده كده نحل التست بانك بتاع سيرواي كله كده كده. يقول لك find the relation between acceleration constant magnitude A velocity R. عايز ال relation between الاكسلريشن والفيلوسيتي والار. من الاخر بيقول لك اعمل قانون. هل الدايمنشن اناليسيس هتساعدنا في حاجه زي كده؟ تساعدنا وتساعدناش ليه؟ بص يا باشا، احنا عندنا الايه؟ قلنا ان الاكسلريشن بتساوي الفيلوسيتي على التايم، تساوي ال تي باور نيجاتيف 2. حلو. اهدى وخلينا نشتغل بالراحه، الفيزيكس محتاجه ايه؟ دماغ. يعني كوبايه قهوتك كده واقعد مركز معايا. الفي ال تي باور نيجاتيف 1، ال تي باور نيجاتيف 1. ال ار لو هي ديستانس عادي ال.
هو عايز relation between ال A speed and R from the origin of vertical in a circle. تمام. انا بالنسبه لي لو قلت LT باور نيجاتيف 2 انا عايزها على ما يبقى تحت. يعني هنقعد نجرب كتير لحد ما هنلاقي في الاخر انك غالبا هتبقى عارف ان القانون بتاع ال السيركل او الايكويشن بتاعت الاكسلريشن في السيركت سنتريبتال اكسلريشن بتساوي في سكوير فور ار. فتعال نتست القانون كده. لو حطينا تحت ال وعملنا الفي سكوير بقت ال سكوير وتي باور نيجاتيف 2، ودي اللي انا محتاجه على فكره. يعني احنا مثلا يا عم هفترض معاك اللي انا مش عارف القانون اللي انا كتبته دوت ونشتغل من تحت شويه. حلو. بص يا عم. حلو. جميل. ركز معايا. انا دلوقتي لو نبص على التشينج اللي حصل من الفي للايه هنلاقي ان التي اتعمل لها سكوير، فاحنا كده كده محتاجين نعمل الفي سكوير وبعدين نبقى نشوف ال ده بعدين. فاذا بالنسبه لي انا حطيت الفي سكوير فوق ليه؟ لان التي اتعمل له سكوير هنا، كان هنا واحد بقى هنا اتنين، بقى في الاكسلريشن اتنين. جميل. فانا كده كده محتاج احط سكوير عشان اربع الاتنين. فانا بقت الايكويشن اللي عندي دي لما عملت الفي سكوير خليتها بقت عامله ازاي؟ بقت ال سكوير تي باور نيجاتيف 2. خد بالك انا دلوقتي عايز احول من ال سكوير ل ال، هعمل ايه؟ هقسم على ال اكيد، يعني هقسم على ال. تمام. فاذا الار بالنسبه لي هي ال. اذا ال A تساوي في سكوير اوفر ار، وده القانون العادي. تمام. وده كده يعتبر كل حاجه على الدايمنشن اناليسيس هنطحنها بس. اهدوا لحد التست بانك يعني. ووصلنا للكونسبت التالت واللي بيتكلم عن uncertainty and measurement وال significant figures. ودي يعني يعتبر حاجات في غاية الأهمية اللي احنا محتاجين نعرفها أصلا علشان نكمل دراستنا في الفيزيكس أو في أي مادة تحتاج لبراكتيكال يعني learning. فاهمني؟ تمام. الانسرتينتي حاجة مهمة، والانسرتينتي بتتكلم بشكل عام على مدى دقة القياس بتاعك. يعني مثلا تشتري مسطرة وليكن، تلاقي مكتوب بره مثلا حاجة زي مثلا بوزيتيف اور نيجاتيف وليكن 0.5 سنتي. تمام. يعني ايه؟ يعني القياس بتاع المسطرة دي ممكن يديك غلط بنسبة 0.5 سنتي. يعني مثلا لو انت قست حاجة ولقيتها 10، هي رنجها هي ممكن ما تكونش 10، هي بتتراوح ما بين 10.5 لتسعة، من 9.5 ل10.5. تمام. دي كده الانسرتينتي اللي هو انت مش متاكد من قياسك ده. واي فيزيكال كوانتيتي، اي ميجرمنت طبيعي هتلاقي فيه ايرور ولو بنسبه 1 في المليون. بس في ايرور، مفيش حاجه اسمها حاجه without an error. تمام. جميل. طب الاكيورسي، يعني ايه اكيورسي؟ يعني دقه. تمام. الاكيورسي دقه الميجرمنت بتاعك، التول بتاع القياس بتاعك بيديبند على ايه؟ بيديبند على 3 حاجات اساسيه. sensitivity. يعني ايه sensitivity؟ يعني حساسية. يعني ايه حساسية؟ يعني هقول لك، لو نتذكر في ثالث ثانوي اللي احنا خدنا حاجة زي الأميتر مثلا، فهنلاقي إن مثلا الأميتر الرينج بتاعه مثلا لحد 1 أمبير، وهنا 0، ويبدأ يتقسم كذا 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 كذا، فنلاقي مثلا كل بوينت تديك 0.1 0.2 0.3 0.4 وهكذا. بينما الأميتر اللي هو 0 لحد 10 أمبير، اللي هو كل قياس يديك مثلا هنا 1 امبير، هنا 2 امبير، هنا 3 امبير، وكذلك. فاهمني؟ مين اللي الحساسيه بتاعته اعلى؟ اكيد ده. اكيد ده. تمام. ده هعرف اطلع بيه قياس افضل بكتير. يعني هنا لو طلع لي مثلا 1.6 هتبقى صعبه شويه ان حد ان دي 0 اللي هي 1.6 تبقى صعبه حبه. انما هنا لو طلع لي 0.6 تبقى سهله بالنسبه لي لحد 0.6. 0.7 هتبقى سهله بالنسبه لي لحد 0.1 هتبقى سهله بالنسبه لي لحد. انما هنا لو عملت 0.1 هتلاقي لسه مش بيتحرك اصلا. وهتجرب كده لما تيجي تجرب في البراكتيكال او حاجه، انت محتاج حاجه السنسيتيفيتي بتاعتها كويسه عشان تقدر ايه تطلع حاجه اكيوريت. وكل ما السنسيتيفيتي عليت كل ما الاكيوريسي عليت. دي حاجه منطقيه جدا. جميل. آه... تاني حاجة السكيل اوف ذا بيرسون. تمام. وهنضرب مثال هنا على حاجة احنا مش عارف اتعاملت معاها في الكيمياء ولا لأ، بس هي غالبا المعظم اتعامل معاها. مش فاكر اسمه قوي، بس هو حاجة فلاسك عامل كده وبتقيس من خلاله الفوليوم بتاع الووتر.
تمام، او فوليوم اوف اني ثينج يعني. لو جيت تبص على سطح الميه، على السطح اللي فوق اللي هو بيبقى مدرج من هنا كده، تمام، سكيلد كده، يعني في هنا ارقام. ولو جيت تبص هنلاقي مثلا حاطين الميه لحد هنا، هنلاقي المنظر عامل كده، عامل شكل قوس كده من فوق. يعني لو كبرنا السكشن مثلا كده هنلاقي الحته عامله كده، تمام. ففي شخص اما يجي يقيس، هيقيس من هنا على الفوليوم بتاع الوتر. هيجي شخص يقول لك لا احنا هناخد الافريج فنص، هيقيس من هنا. يجي شخص تالت لا هنقيس من هنا، تمام. طب مين الأصح؟ مين الأصح في الفوليوم؟ الشخص ده. والموضوع بيعتمد على السكيل بتاعتك. هل أنت عارف طريقة استخدام الآلة دي ولا لأ؟ هل مثلا البتاع لما يجي أبص له هبص له من تحت، ولا هبص له كده من هوريزونتال لاين، ولا هبص له من فوق؟ تفهمني؟ فالموضوع بيحتاج إيه؟ يعني سكيلز، مش حاجة اللي هو أي إنسان طبيعي يخش يقيس عادي، تمام. دي تاني بوينت. البوينت التالتة number of time of measurement repeated، تمام. بمعنى لما احنا نيجي نشتغل على كابستون، أما نيجي نشتغل على بروجكت، أما نيجي نشتغل على أي حاجة فيها قياس، تلاقيه بيقول لك خد القياس بتاعك على الأقل 3 مرات وخد الأفريج. خد القياس بتاعك على الأقل 3 مرات وخد الأفريج. وليكن اللينس بتاع مثلا ال مثلا نقدر نقول الستيم أو الليف بتاعت شجرة مثلا، هقيس الستيم بتاعتها اللي هي مش عارف اسمه ايه الصوت بتاعها ده. عشان اطلع the most accurate thing ابدا اخد قياس مره، بعدين مره تانية، بعدين مره تالتة، بعدين مره رابعه، بعدين حاجه اسمها الافريج. يعني ايه الافريج؟ يعني التوتال نمبر بتاع السمشن قصدي، او في اللينسز على التوتال نمبر اوف measurement، تمام. وده يديك the most accurate or the most accurate ونقدر نقول approximate value of للستيم بتاعك، تمام. دي كده حاجة مهمة جدا، ويعتبر فهمنا التلاتة والمقصود منهم كويس أوي. عاوزين ننقل على السكشن اللي بعده ونفرق. دي مش مكتوبة شوية في سيروي، بس محتاجين نعرفهم على الأقل عشان بيبقى فيهم لبس شوية حلوين. نفرق بين حاجتين. أول حاجة بنتكلم على حاجة اسمها الأكيورسي وحاجة اسمها البرسيشن. الأكيورسي أنا كان أعملها كده ماشي، والبرسيشن نعمله كده عادي، تمام. بص أنا هقول لك الموضوع نظري وبعدين هنبدأ نفهم مع بعض. الأكيورسي، الأكيورسي هي مدى قرب القيم من القيمة الصحيحة، مدى قرب القيم من القيمة الصحيحة. بينما البريسيشن هي مدى قرب القيم من بعضها regardless هي صحيحة أو لأ. حلو، نفهم أكتر، نفهم أكتر. أنا معايا قلم طوله 5 سنتي، تمام. قلم طوله 5 سنتي، قلم أهو. عندي طالبين، حلو، طالبين أو 3 طلاب عشان نبدأ نفهم الموضوع بدقة أكتر، تمام. أول طالب قلت له أنا عايزك تقيس لي القلم ده 4 مرات مثلا. فطلع لي فاليوز مثلا 5، طلع لي 5.1، طلع لي فور اكزامبل 5.2، طلع لي 4.9 مثلا. جيت لطالب تاني قلت له خد قيس القلم ده. الطالب التاني ده ما عندوش سكيلز، ما عندوش اي حاجه، ماشي. طلع لي 2، طلع لي 2.1، طلع لي 2 تاني، فور اكزامبل طلع لي 1.9. جيت بقى لطالب ميح خالص عايز صغير، بقول له خد قيس لي القلم ده. فعمل ايه؟ طلع لي، انا بضرب ارقام عادي معاك، طلع لي 5 مثلا، وطلع لي 4، طلع لي مثلا 2، وطلع لي 7، تمام. تمام. مين هنا عنده accuracy؟ وخد بالك أنا قلت الأكيورسي هي قرب القيم من القيمة الصحيحة. مين اللي عنده accuracy؟ اللي عنده accuracy طبيعي ده اللي هنطلع القيم 5 و5.1 و5.2 و4.9، الأفريج بتاعهم هيطلع لي حوالي 5، صح؟ دي حاجة. مين اللي هنا عنده بريسيشن؟ البرسيشن قرب القيم من بعضها. هل بعيدا ريجاردلس القيمة الصحيحة نشطب دي خلاص مش عايزها؟ اللي عنده برسيشن هل القيم دي قريبة من بعضها؟ أيوه، يعني الفرق بين كل واحدة 0.1. طب هل القيم دي قريبة من بعضها؟ أيوه، الفرق بين كل واحد برضه 0.1 اللي هو مش فارق، يعني مش فرق كبير، فاهمني؟ بس ده عنده برسيشن، هل عنده اكيورسي؟ لا. بص اللي بقى الباشا ده، هل دي قريبة من القيمة الصحيحة؟ لا، ولا عنده اكيورسي.
هل القيم قريبة من بعضها؟ لا، ولا عنده بريسيشن. ايه رأيك يا باشا؟ فاهمني؟ أظن الموضوع واضح أكتر. ونلاقيها دايما بتتمثل في حاجة زي البتاع اللي بيضربوا فيه بالسهام ده، اللي هو عامل كده دورية ده، جوه نص كده، جوه نقطة كده، وبيضربوا بيها في السهم. وهو بيقول لك هنا مثلا النقطة دي القياس الصحيح. واحد عنده accuracy وبريسيشن هتبقى القياسات بتاعه مضروبة قريبة منها كده، أو ممكن مضروبة جواها، فاهمني؟ واحد بقى ما عندوش، عنده بريسيشن بس عنده accuracy، هنلاقي الدورية بتاعتك اهي، وبعيدا عن المنظر يعني، والقيمة الصحيحة اهي، هنلاقي مثلا ضارب كل النقط هنا مثلا، فاهمني؟ بس كل القيم قريبة من بعضها. واحد ولا عنده accuracy ولا عنده precision، هنلاقيه عامل ايه؟ هنلاقي القيمة الصحيحة اهي، هو ضرب القيم كده، واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، فاهمني؟ فإذا ده كده accuracy تمام، precision تمام. ده accuracy مش تمام، precision تمام. ده accuracy مش تمام، precision مش تمام. جميل. وأظن هنا خدت حقها وزيادة. ننتقل على حاجة في غاية الأهمية ومحدش أظنش إن انتوا خدتوها قبل كده، السيج فيج. significant figure واللي يختصرها السيج فيجز. ودي رولز مهم تتعامل معاها في scientific methods و scientific يعني equations كتير قوي، يعني حاجة مهمة الصراحة يعني. وبيجي عليها أسئلة دايركت، أصلا دايركت كده، اللي هو يعني استخدم الرولز بتاعت السيج فيج في إنك تفايند كذا، فاهمني؟ فهو لازم تكون عارفها. تمام. السيجفيج significant figures. significant figures وهو انك تديوس the number of sig figures in measured quantity. بمعنى ليها شوية rules. انا هديك رقم وانت تقول لي الرقم ده فيه كام sig fig. تمام. قال لك ان كل non zero digits هما sig figs. يعني اقول لك مثلا 2 240 200 مثلا 41 في كام sig fig، تقول لي 1 2 3 في 3 sig fig. طب لما اقول لك مثلا ناخد أي رقم، 5 مثلا أو 4، في كام سيج فيج؟ رقم واحد أهو، ففي واحد سيج فيج. جميل. فإحنا عندنا أول حاجة كده هناخدها إن كل نون زيرو ديجيت، إن كل رقم مش زيرو فهو سيج فيج من الآخر. تمام. آه الزيروز اللي بتوين النون زيروز، بمعنى لما أقول لك إن الزيرو ما بين اتنين رقم نون زيرو، اما مثلا يكون 1 0 1، فكده ادي الزيرو ما بين اتنين رقم مش زيرو، صح؟ فالزيرو ده سيجفيك. خد بالك الزيرو ليها قواعد كده حلوه، ولا ممكن تلخبطك بس عادي افهمها، الموضوع مش محتاج اي حاجه. فدي كده في كام سيجفيك؟ 3. لما اقول لك 200 ووسطهم زيرو 5، وبعدين زيرو بعدين 3، قلت ان الزيرو اللي ما بين نون سيجفيك هو بيعتبر سيجفيك، الزيرو اللي ما بين نون زيروز بيعتبر سيجفيك. تمام. ادي 1 2 3 4 5، كام سيجفيك؟ 5. الموضوع سهل ما فيهوش اي تعقيد، اهم حاجه نخش دماغنا بس. تمام. آه خلصنا من اول زيرو، واول زيرو اسهلهم وما فيهوش اي لعب ولا اي حاجه. تمام. الزيرو اللي ما بين نون زيرو سيجفيك. طب الزيروز to the left of the first non-zero digit are not significant. بص انا القاعده دي هفرق لك ما بين قاعدتين. تمام. لما يقول لك O point O 2، وما اقول لك 1 point O 2، بص يا بيه، بص يا حبيبي، ده فيها كام سيج وده فيها كام سيج. عندنا رول، اول رول قالت لك ان الزيروز اللي بتوين اتنين نون زيروز، وده حصلت هنا اهو بعيدا عن ريجاردلس البوينت اللي احنا حاطينها، ما بين الزيرو ده ما بين الواحد واتنين فهو سيجفيك، فده 3 سيجفيك عادي. تمام. بينما ده قال لك ان كل الزيروز تو ذا ليفت اوف رقم نون زيرو كلهم، طول ما انت ماشي كده ولقيت زيروز كل دول نون سيجفيك، يعني مش هتعتبرهم سيجفيك. ف... فده كده واحد سيجفيك. طب هنشرح اكتر. لو من الاخر لقيت الرقم مش رقم صحيح قبل العلامة، او لقيته زيرو قبل العلامة، يعني زيرو بوينت مثلا زيروهات 5 2 3، فانت هتكنسل كل الزيروهات دي ومش هتعتبرها سيجفيك، وهتاخد هتعد الارقام الصحيحة اللي هم 3. بس ثانية ركز معايا، انا مش هننسى اول قاعدة ان هي الزيروز اللي بتوين نون زيروز هم سيجفيك. فانا لو قلت لك 20 زيرو وبعدين قلت لك 5 0 3، ده ستيل برضه 3 سيجفيك، لان الزيرو اللي بتوين نون زيروز
فهو سيجفيك صح. تمام. بينما لو عندك هنا أي رقم في أيا كان بقى، بقت 1.20 0 5، فاحنا هنعتبر الزيرو السيجفيكس، بقت 1 وال20 والواحد، يعني كانت 22 صفر. تمام. آه الموضوع مفهوم عادي، يعني الموضوع مفهوم عادي، وهنحط أمثلة والحل هيثبت كل حاجة. تمام. واخر حاجة انك الزيروز اللي to the right of the decimal point to the right of the decimal، يعني لو حطينا الديسمال كده الزيروز اللي يمها دي كل دول سيجفيكس، يعني اقول لك 5000 بوينت، هنا بوينت من زيرو. تمام. فاذا هنا كام سيجفيك؟ 4، لان نزلت الزيرو الرايت للديسمال اللي على يمين الديسمال كلهم سيجفيكس. بس خد بالك، خد بالك، انا اقول لك اهو، لو الخمسه دي مش موجوده كده انت ما عندكش ولا سيجفيك. كمان لو الخمسه دي مش موجوده كده انت ما عندكش، ما فيش رقم اصلا، ما فيش رقم اصلا كده، ما عندكش ولا سيجفيك. خد بالك، لو قلت لك 5000.00.00 انت كده زودت السيجفيكس 2 رقم، فبقت بقى بدل ما كان عندك 4 بقى عندك 6. فاهمني؟ لانك كده كده قلت لك ان الارقام بتتقسم لحاجتين، لرقم 0 بوينت حاجه، لرقم بوينت حاجه. تمام. فالرقم بوينت حاجه دي بنعتبر بنكونسيدر الزيروهات اللي هنا، الزيرو بوينت حاجه مش بنكونسيدر الزيروهات اللي هنا، بنكنسل، بنعد من اول بعد الزيروهات. تمام. مش عارف اتعقدتهم ولا ايه، بس إيه يعني، اظن كل ده هيوضح مع الحل اكتر، وهحاول اعمل فيديو منفصل على السيك فيجز، يعني عشان الموضوع مهم وبيبقى عليه اسئله كتير، ولسه هنخش في الرولز بتاعه الاديشن والسبتراكشن وشويه حاجات كده يعني، فاهمني؟ فلسه شويه. في قاعده بعد القواعد دي عليها شويه لعب. تمام. الا وهي انك تحسب السيجفيج لزيروز جنب الرقم الاساسي. بمعنى مثلا يديك رقم زي ده ويقول لك كام سيجفيج، قال لك الرقم ده ينفع يمشي بثلاث طرق اللي هم اللي هو كاتبهم تحت دول. حلو. انت عارفين حاجه اسمها scientific notation، ولسه هناخدها برضه في المستقبل، ان هي تعبر عن الرقم في 10 اس كذا. فهنا 10 باور 4 اضرب الخمسة في 10 باور 4، خد بالك ان هو يديك نفس الرقم اللي فوق. هيضرب الرقم في 10 باور 4، خد بالك ان هو يديك نفس الرقم اللي فوق، في 10 باور 4 يديك نفس الرقم اللي فوق. جميل، جميل، حلو قوي. لازم البوينت تبقى قبل اول رقم في الساينتفك نوتيشن، وكل ده قلنا هنشرحه. جميل. بس من الاخر هو عبر عن الرقم ده بثلاث طرق مختلفه، وفي كل طريقه عشان نعد السيجفيك بنكنسل المنطقه دي كلها اللي هي 10 ذا باور كذا، بنكنسلها ونبدا نبص للحته دي. هنا عندي هنا كام سيجفيك؟ 1 2 3. عندي هنا كام سيجفيك؟ 1 2 3 4. خد بالك ان الزيروز اللي بتمنى 2 نون زيروز فهو سيجفيك، والزيرو اللي على اليمين الرقم اصلي فهو سيجفيك. كده أربعة، 1 2 3 4 5، كده برضه 5. فاهمني؟ فعندك 3 و4 و5، فالرقم ده عبرنا عنه بثلاث طرق بالسيجفيك. جميل. كل ده هيوضح أكتر مع الحل. الرولز بتاعت الأوبريشن. تمام. احنا مش بناخد السيجفيك عشان نرميها في جنب، احنا بناخد السيجفيك عشان لما نيجي نحسب حاجة نحسبها بطريقة ساينتفك. بمعنى مثلا إن أنا لو اديتك رقم أقول لك 2.3، اجمعهولي مع مثلا 2.5، مثلا وليكن نقدر نقول أي حاجة 2.52 مثلا، تقول لي إيه؟ تقول لي إن ده ب4.82. هل أكتبها 4.82 ولا هكتبها 4.8 وأكنسل الاتنين؟ تمام. في رولز بتحكم الموضوع ده، وفي رولز بتحكم الموضوع ده. أول حاجة إن إحنا في الأديشن والسبتراكشن أما بنيجي نطلع الناتج بنطلع بعد العلامة نفس عدد الأرقام، نفس عدد أقل رقم بعد العلامة. بمعنى إحنا هنبص على الرقمين دول، في كام رقم بعد العلامة؟ هنا واحد اللي هو التلاتة، اللي هو بعد بوينت قصدك يعني. طب في الرقم ده في كام بوينت بعد العلامة؟ اتنين. فاحنا لما نيجي نطلع هناخد أقل رقم بعد العلامة، فإذا هناخد الواحد، فده كده هو الصح. مثلا يا رجالة ركز معايا، 2.35 وزائد 4.2 3 5. لو جمعناهم هيطلع لنا 6.235، 5 و3 8، وبعدين 5. جميل.
هل ده كده بيتبع رولز السيجفيج؟ لا. ليه؟ لان قلت لك هناخد اقل رقم من بعد العلامه. هنا في كام رقم بعد العلامه؟ 2. هنا في كام رقم بعد العلامه؟ 3. احنا هناخد الاثنين، فاذا احنا هنقرب لاقرب 2، فاذا الخمسة تدي 8، فاذا 6 تديك 6.59. الموضوع سهل ومفيهوش اي حاجه. ده كده الايه الابديشن. بينما الاديشن والسبتراكشن بقى بيتبعوا نفس الموسيقى، يعني سواء حطينا هنا بلس او ماينس الاثنين نفس الطريقه. المالتيبليكيشن والديفيجن الاثنين بيتبعوا نفس المنطق، الا هو ان احنا هناخد اقل نمبر اوف سيجفيجز. اقل نمبر اوف سيجفيج يعني مثلا عندنا رقم فيه 2 سيجفيج ضربناه في رقم فيه 3 سيجفيج، الرقم اللي يطلع لازم يبقى 2 سيجفيج. فاهمني؟ طب يا باشا الموضوع ده يمشي ازاي؟ هنفهم اكتر. مثلا احنا عندنا مثلا فور اكزامبل هنطلع 40. ده كام سيجفيج؟ 2 في 30. ده كام سيجفيج؟ في 300 عشان ما ازعلكش. 3 سيجفيج. تمام. 40 في 300 بكام؟ حط 3 صور، 3 4 12. 1 2 كام؟ 3 صور، 1 2 3. خد بالك هنعد ده 1 2 3 4 5 6 فيجز يا عيني. احنا عاوزينهم يطلعوا 2، بس اقل رقم. طب هنعمل ايه؟ خد بالك لسه مديك الساينتفك نوتيشن من شويه، قلت هناخدها في المستقبل، فعشان كده مش هتدك في ال في الموضوع ده قوي. تمام. الساينتفك نوتيشن لازم العلامه تبقى بعد اول رقم اللي هو 1.2. كده انا عندي كام سيجفيج؟ عندي 2 اللي هم عايزينه. خلاص، بما ان عندي الاثنين اللي هم عايزينه في 10 اس كذا بقى. 10 اس كام؟ 1 2 3 4 4. ف 1.2 في 10 اس 4 هيديك اللي احنا عايزينه، وهيديك الاثنين سيجفيج بتوعنا. ودي حاجه متبعه على السيجفيج عادي رولز. تمام. وهنتعمق في الموضوع اكتر اثناء الحل، وهنعمل فيديو لوحده يعني ان شاء الله. اخر كونسبت في البارت دوت، وهنتكلم عن حاجه اسمها اليونت كونفرجن. ألا وهو لما نيجي نحول مثلا من كيلو جرام للجرام، نحول مثلا من فيمتو سكند للسكند والكلام ده. تمام. آه عشان تتمرس في اليونت كونفرجن تبقى واحد، اللي هو بتشوفها يعني تلقطها على طول. لازم تبقى حافظ شوية البريفكسز دول زي اسمك. وعشان نبدأ نعرف يعني ايه بريفكس كورس انجلش دلوقتي. بريفكس هي لو هي بدايات، يعني عندك حاجة كده بتتحط قبل الكلمة. فور example عندنا كلمة جرام. انا ممكن اخد اي بريفكس من دول واحطه قبلها. يعني مثلا احط اهو مثلا كيلو جرام، ممكن احط جيجا جرام، ممكن احط سنتي جرام. هل ده طبيعي يبقى في حاجه اسمها سنتي جرام؟ اكيد طبيعي. آه فانا هنا هو مثلا قال لك بيتعامل مع المتر. تمام. ويز مترك. تمام. يعني انا دلوقتي ممكن اقول سنتي متر، ملي متر، مايكرومتر، نانومتر، وكذلك. فانا عشان احول بقى من النانومتر للمتر بنضرب في كام؟ في الرقم العشرة أس 9 ده. فاحنا بنحفظ الرقم يعني اقسمها 2 كده. اقسمها 2. كل ده اصغر من المتر اللي فوق، وكل ده اكبر من المتر. جميل. يعني كل ده اصغر من اليونت الاساسيه بتاعتي، وكل ده اكبر من اليونت الاساسيه بتاعتي. وابدأ احفظهم من تحت. دي سي سنتي ملي مايكرو نانو بيكو فيمتو اتو. تمام. دي سي سنتي ملي مايكرو نانو بيكو فيمتو اتو لحد 10 اس 3. وهنبدأ نزود تلاتات، يعني دي سي 10 اس 1، سنتي 10 اس 2، ملي 10 اس 3، بعدين مايكرو نانو بيكو فيمتو اتو كلهم هتزود -3 من 10 اس 6، 10 اس 9، 10 اس 12، 10 اس 15. بنزود 3 في الأس، خد بالك. تمام. وكذلك هتمشي تحت على فكرة. ديكا، كيلو، ميجا، جيجا، تيرا، بيتا، اكسا. ف 10 اس 1، 10 اس 3، زود 3، 10 اس 6، 10 اس 9، 10 اس 12، 10 اس 15، كذلك. تمام. فإذا عندنا يونت أساسية في النص اسمها مثلا فور اكزامبل المتر. لما أقول لك من ديسيمتر لمتر بتعمل إيه؟ تقول لي هضرب في 10 أس -10 أس -1. من سنتيمتر لمتر بتعمل ايه؟ بضرب في 10 أس -2. وهقول لك حاجة، دايما زي ما بيقول لك الكبير بيضرب الصغير، الكبير بيضرب الصغير. يعني لما يجي نضرب في الكبير، لما نيجي نحول من الكبير للصغير بنضرب في رقم أعلى من الواحد، يعني في كده. تمام. يعني مثلا الديكا أكبر من المتر، فاحنا بنضرب في 10.
الكيلو أكبر من المتر فاحنا بنضرب في 10 أس 3. الميجا أكبر من المتر، الميجا متر أكبر من المتر فاحنا بنضرب في 10 أس 6. بينما المتر أكبر من السنتي، لما نيجي نحول من متر لسنتي نضرب في 10 أس 2، مش 10 أس سالب 2 بقى، 10 أس سالب 2 هي هياها 1 على 10 أس 2. تمام. فاحنا لما نيجي بقى نحول من سنتي ل قول معايا لمتر، بنضرب في 10 أس سالب 2. لما نيجي نحول من ملي آه لمتر بنضرب في 10 أس سالب 3. هنفهم أكتر وإحنا بناخد أمثلة. فور إكزامبل، وهديك طريقة يعني صدقني هتفيدك جامد. تمام. أنا دلوقتي عايز أحول 1 متر، أحوله لإيه؟ لكيلومتر. وإحنا عارفين إن الضرب في واحد ملوش أي قيمة. تمام، يعني ما بيأثرش في البتاع. فاحنا لو هنضرب في واحد هنا وانا قلت عايز احول من متر لكيلومتر، هخلي اليونت اللي انا بعملها تحت واليونت اللي انا عايزها فوق. ماشي. عندك ايه بقى؟ فكر معايا فكر معايا. الألف متر هو 1 كيلومتر، صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ يعني لو حولت الكيلومتر لفوق فضربتها في 10 تبقى هتبقى دي كلها، يعني القيمة دي بتاعت البتاع ده بواحد، صح كده؟ فإذا أنا كده حولت من كيلومتر لمتر، المتر هتكنسل مع المتر ويتبقى لك 1 على 1000 اللي هي 10⁻³ جميل. طب يا عم نعلي الليفل شوية، نعلي الليفل شوية. لو أنا هتعامل مع فيلوستي وأقول لك حول لي من 2 كيلومتر على الثانية، عاوزك تحولها لي المتر على الثانية، أو ليه كيلومتر على الساعة مثلا بير اور، اور على الساعة، المتر بالسكند. طب هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هتيجي معايا أهو. 2 كيلومتر لكل ساعة، يعني أنا بالنسبة لي لو جيت أكتبها كده 2 كيلومتر على 1 اور. جميل. هي مش أي حاجة. قلنا الضرب في واحد مش بيأثر، هتشوف العلامة اللي احنا عايزينها ونحطها في الجهة المعاكسة. كيلومتر عايزينها لمتر، فهيبقى هنا كيلومتر وهيبقى هنا متر. ال1 كيلومتر في كام متر؟ 1000، هيبقى 10 أس 3. خد بالك عندنا هنا اور، عايزين نشيل الأور ونحط سكند، هنحط الأور في الجهة المعاكسة، هي تحت يبقى نحطها فوق، وتحت سكند اليونت اللي احنا عايزينها. حلو. الأور، ال1 اور فيها كام ثانية؟ 3600 ثانية، صح؟ 60 في 60 يعني. جميل. لسه ما وكده المسألة بتاعتي خلصت ولا لأ؟ هتكنسل الأور مع الأور يبقى لك تحت سكند وده اللي هو عايزه. هتكنسل الكيلومتر مع الكيلومتر هتبقى لك فوق المتر وده اللي هو عايزه. يبقى الناتج 2 في 10 أس 3 على 3600 واللي هي 2 في 5 على 18. الرقم اللي احنا حفظناه من تانية إعدادي ولا أولى إعدادي ما نعرفش يجي منين. تمام. عادي. الكونفرجن بتاع الفيلوسيتي. عاوزين مثلا يعني ناخد ايه مثلا، نعكس الحوار شوية، نمشي من الكيلومتر، او ليه نجيب بقى نصعب الدنيا شوية. تمام.